بنزين هيزيد، في مشكله هيزودوا الاسعار. انت عارف المواطنين اي كلمه زياده بيبتدوا يتحسسوا جيوبهم يعني. فرايك ايه؟ لا انا متخوف طبعا، متخوف وحذر جدا. انا مدرك خطوره الدعم المطلق وانه اصبح عبء كبير جدا على الموازنه، لكن ترشيده يجب ان ياتي بحساب، لانه الوقود بالذات هو مكون اساسي من تكاليف الانتاج في اي سلعه. لما بيزيد لازم تزيد كل تكاليف الانتاج في كل السلع. وليس صحيحا ما قاله ممثل التموين وزير التموين لما بيقول انه السلع الغذائيه مش هتزيد، وممكن مش هتزيد اللي موجوده في المجمعات بتاعتهم، اللي موجوده الشهر ده، اللي تم تكاليفها الشهر اللي فات. صحيح. انما اللي هتنتج ابتداء من الشهر ده بتكاليف جديده اسعارها هترتفع سواء عنده او بره، وبالتالي ده كلام مش صحيح. في تكاليف هتزيد وارتفاع في الاسعار هيزيد. في بدائل اخرى مطروحه، وكانت في ناس لها وجهات نظر بتتكلم على الصناديق الخاصه وما زي ما كان دكتور عبد الخالق فاروق بيقول منذ قليل. وايضا المستشارين بالجمله اللي موجودين في الوزارات وفي الهيئات واللي بياخدوا مبالغ طائله ما لا قبل للدوله متواضعه الامكانيات زي مصر انها تتحملها، وان دول لو اتحسبوا صح هنوفر كثير من الامر. احنا لو وفرنا انفاق على السيارات اللي موجوده في الوزارات المختلفه واختصرناها وقلنا كده كل وزاره 50% من العربيات اللي فيها ما تشتغلش، فنوفر وقود 50%، هنوفر استهلاك سيارات 50%، هتدي احساس للمواطن في انه البلد فيها مسؤولين بيتحملوا